لما العالم كله يبقى غرقان في مرض غريب والناس بين الحياة والموت، في أب بيلاقي نفسه في سباق مع الزمن علشان يحافظ على بنته ومراته اللي بيحبهم. قبل ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي. فيلمنا بيبدأ مع أندي ومراته كي وبنتهم الجميلة أوزي، وكانوا عايشين في مركب في نص النهر، وأندي كان بيخاف يقرب من ناحية الشاطئ، وأثناء ما كانوا ماشيين شاف شوية عيال بيلعبوا فسلم عليهم من بعيد، لكن اتفاجئ بابوهم مطلع مسدس وبيهدده، والواضح إنه كان خايف من حاجة معينة ومش عايز حد يقرب من ولاده. بالليل وهو قاعد مع مراته قالت له الاكل اللي معانا قرب يخلص ولازم نلاقي مكان باي طريقه نجيب منه اكل، وقالت له كمان في قريه قريبه من هنا ممكن نجيب منها اكل. فرد عليها وقال لها انت مجنونه، النزول للشاطئ ده خطر علينا جدا، ويا ترى ايه الحاجه اللي هم خايفين منها للدرجه دي؟ هنكمل الفيلم وهنفهم. المهم بيقول لها لازم نروح للقاعده العسكريه دي علشان يحمونا، ولازم معلش شويه نستحمل الجوع. وبعد شويه لاحظ ان في مركب مقلوبه، فخد مركب صغير ونزل يدور جواها يمكن يلاقي اي اكل، وفعلا جمع كل اللي محتاجه. لكن فجأة سمع صوت غريب جاي من جوه، فخاف ومشي بسرعة من غير ما يعرف حتى مصدر الصوت ده ايه، ورجع لمراته وقال لها انا جبت اكل هيكفينا لمدة 3 شهور ويمكن زيادة. وبعدها دخل ينام ومن غير ما يحكي لمراته على اي حاجة. المشكلة ان كي اصرت انها تروح للمركب ده يمكن تلاقي اكل تاني، فراحت تدور لكنها سمعت نفس الصوت الغريب اللي جوزها سمعه، وبعدها في حاجة شدتها جوه المركب. وبعد شوية اندي صحي من النوم ولاحظ ان في اثار دم على الارض وماشيه ناحيه الحمام، واتصدم لما لقى مخلوق غريب عض مراته في رجلها، وللاسف المخلوق ده بيكون زومبي. بعدها مراته لبست ساعه وظبطتها على 48 ساعه، واللي هي المده اللي بعدها هتتحول لزومبي. واندي عمل لها الاسعافات وقال لها لازم نروح لاقرب مستشفى قبل ما الاعراض تظهر عليكي. وبعدها نزلوا على الشط وبداوا يتحركوا، وفي الطريق شافوا جثث محروقه فخافوا وبعدوا عنها، ومن حظهم انهم لقوا عربيه. واندي فضل يدور على المفاتيح، ولما لقاها مول العربيه علشان يتحركوا، وفجاه في زومبي هجم عليهم لكنه بسرعه شغل العربيه وهرب منه. وبعد شويه وقفوا علشان يغيروا لبنتهم، وفجاه كي وهي بتغير لها وقعت على الارض وبدا يحصل لها حاجات غريبه، وده معناه ان الاعراض بدات تظهر عليها. واندي حاول يهديها ويركبها العربيه، لكنه لاحظ ان الجرح بيطلع ماده لزجه ولونها اصفر، وده معناه ان التحول بدا فعلا. كي حاولت تنط من العربيه لانها عارفه انها لو اتحولت هتقتلهم هما الاتنين، وبصت في الساعه ولقت ان هي خلاص قربت تتحول. واندي كان بيحاول يهدي مراته بالعافيه لحد ما يوصل للمستشفى، وبعدين ركبها العربيه بالعافيه ومشيوا. وفجاه لقى واحد واقف في نص الطريق وحاول يتفاداه لكنه عمل حادثه، وفي اللحظه دي مراته بدات تتحول فعلا لزومبي، وكتبت له بدمها على الازاز خلي بالك من بنتنا. ووقتها اندي حاول يفوقها لكنه اتفاجئ انها اتحولت بالكامل، والمصيبه السوداء انها هجمته وعضته هو كمان، فخد بنته بسرعه ونزل من العربيه، وبعدها رجع تاني علشان يخلص على مراته ويريحها من العذاب اللي هي فيه. واندي كان حزين جدا لدرجه انه قعد جنب العربيه وكان بيصرخ باعلى صوته. وبعدها لبس الساعه وظبطها على 48، وهي دي المده اللي هيبقى بعدها زومبي بسبب العضه اللي اتعضها. فشال بنته على ظهره وكمل طريقه، واثناء ما هو ماشي شاف الزومبي اللي كان السبب في الحادثه اللي هو عملها، لكنه لاحظ ان في حد مكتفه وحاطط عصايه على بقه علشان ما يعضش حد. وفي اللحظه دي بنت الزومبي دي ظهرت وقالت له سيب بابا ما تقتلوش، وجرحت ايديها وحطت دمها على الشجر علشان تجذب الزومبي ناحيتها، وكمان علشان هو ما يهجمش على اندي وبنته. واندي استغرب لكنه كمل ماشي ناحيه القاعده العسكريه، ولما دخل الليل بدأ يدور على أي مكان يستخبى فيه، وبالصدفة لقى مدرسة مهجورة، وجوه المدرسة دي اتفاجئ إن في واحدة عايشة هناك، والواحدة دي كان اسمها إيتا، وبنعرف إن هي كانت شغالة في المدرسة دي، ولما المرض انتشر رفضت إن هي تسيب المكان، وبعدها عملت له إسعافات للجرح. فهو فكر إنه يسيب بنته معاها علشان تبقى في أمان، لكنه لاحظ إنها تعبانة وبتاخد علاج للسرطان، فطبعا خاف يسيب بنته عندها. ولما خرج بالليل لقى قبيلة مولعة نار وبينادوا على بنت اسمها تومي، لكنه ما اهتمش بيهم ودخل المدرسة تاني، وفعلا جسمه بدأ يتعب ووقع على الأرض. ولما صحي الصبح اكتشف ان فاضل خلاص 32 ساعة وده الوقت اللي هيتحول فيه، فخد بنته وكمل مشي. ووقتها ايتا ودعته وقالت له دور على واحد اسمه ويلي وبنته اسمها تومي، والقبيلة بتاعتهم ممكن تساعدك، وكمان ممكن يربوا بنتك بعد ما انت تتحول. فأندي فضل ماشي مع بنته ناحية القاعدة العسكرية، وأثناء الطريق شاف ناس ميتين ودافنين راسهم في الأرض. وبعد شوية وصل للعربية، وقبل ما يركب فيها في زومبي هجم عليه، لكن في اللحظة دي في واحد بينقذه وبيضربهم بالنار، والراجل ده كان مستخبي في حفرة والأنابيب كلها واقعة فوقيه. وبنعرف إن الراجل ده اسمه فيك، وبيطلب من أندي إن هو ينقذه، وفي المقابل هيساعده وياخد بنته لمراته علشان تربيها وتعتني بيها. وبعدها ادى لاندي المفاتيح وطلب منه انه يسحب الانابيب من فوقه، وفعلا اندي ساعده. وبعد شويه وصلوا البيت بتاع فيك وعرفوا فعلا على مراته، واندي لاحظ ان مراته بتتعامل بطريقه غريبه كانها خايفه من حاجه، فساب لها بنته وطلع مع فيك بالعربيه في رحله صيد.
وفيك بدأ يعلمه ازاي يصطاد الزومبي بالبندقية، وكانوا الزومبي واقفين حوالين قفص، وفيك قتلهم كلهم بالسلاح ونزل يسرق اللي معاهم. وقال لأندي لما المرض ده يختفي أنا هيبقى معايا فلوس كتير جدا وهبقى من الأغنياء اللي في العالم. لكن أندي اكتشف إن فيك حابس بنت صغيرة في قفص حديد، وكمان بيستخدمها كطعم لجذب الزومبي، والبنت دي كانت تومي. وكمان كان حابس راجل كبير في قفص تاني. ولما رجعوا البيت أندي بدأ يحس إن أعراض المرض بتظهر عليه، فقرر إن هو يقتل نفسه قبل ما يتحول. بس في اللحظة دي ليزا جات له وقالت له المكان ده مش أمان لبنتك، وأنا مش مراد فيك ولا حاجة، فيك ده قتل جوزي وغدر بيا وبيه. والمشكلة إن فيك كان سامع كل كلمة هي بتقولها، ففتح عليهم النار وأندي اتصاب وفقد الوعي. ولما فاق لقى نفسه محبوس جوه القفص مع تومي، فاعتذر لها وقال لها أنا آسف إن ما قدرتش أنقذك قبل كده، وطلب منها إن هي تساعده علشان ينقذ بنته من فيك وهو كمان هيساعدها. بعدها بيستغلوا الزومبي وبيقدروا فعلا يهربوا من القفص، وكمان رجعوا بيت فيك. وهناك أندي حاول يهرب ليزا وبنته من البيت، واخد مفاتيح القفص علشان يفتح للراجل العجوز، لكن فيك كان صحي وكان عامل زي المجنون وحاول يقتلهم كلهم بالسلاح. وللأسف ليزا ضحت بحياتها علشان تنقذهم، وبكده قدروا يهربوا. وفيك فضل يدور عليهم لكنه ما لقاهمش، وأندي فضل ماشي مع بنته وتومي وقت طويل، والأعراض بدأت تزيد عليه، وقرر ان هو يروح ناحية النهر علشان يوصل للعيلة اللي شافها قبل كده، وكان ناوي اللي هو يسيب بنته ليهم عشان يعتنوا بيها. واثناء الطريق تومي اتفاجئت ان ابوها ميت ومربوط جوه الشجر، ودي كانت طقوس لحماية ارواح الموتى، وكانت عايزة تخرج الراجل الكبير من القفص علشان يعالجه، لكن الراجل بيقول لها ده مات خلاص. فهي اتصدمت واتعصبت على اندي وقالت له انا مش همشي معاك. وفي اللحظة دي كان فاضل بس 9 ساعات على التحول، فأندي اضطر إن هو يكمل طريقه مع بنته، وبدأ يحفر في الأرض زي باقي المصابين، لكنه وقع وأغمى عليه. ولما فاق لقى تومي شايلة بنته وبتحاول تساعده، وبعدها مشوا مع بعض ناحية النهر، وبالصدفة لقوا مركب فركبوا فيها وكملوا طريقهم، وعدوا على المركب اللي كان عايش فيه أندي. وقتها ذكرياته رجعت مع مراته، وده خلاه يحزن أكتر ما هو حزين، لكنه فضل مكمل ناحية العيلة لحد ما وصل للكابينة بتاعتهم. لكن وهو داخل الكابينة ملقاش حد، ففضل يدور عليهم لحد ما لقى الأب بيحفر حفرة كبيرة لأسرته كلها. وبنعرف إن الأب كان مصاب وعارف إنه هيتحول خلال ساعات، وكان خايف يسيب مراته وعياله يتبهدلوا بعد ما هو يموت، فخد قرار إن هو يدفنهم معاه. وبعدها بيطلع مسدس فيه 6 طلقات، وبيطلب من أندي إن هو يضرب عليهم 4 طلقات ويخلي الطلقتين معاه يدافع بيهم عن نفسه. وطبعا أندي ما قدرش يعمل كده وسابه ومشي. وبعد شوية سمع صوت 4 طلقات اتضربوا، وفهم إن الراجل قتل نفسه وقتل أسرته كلها. فرجع أندي علشان ياخد المسدس، وفعلا لقى فيه طلقتين. ووقتها الشيطان لعب في دماغه وبدأ يفكر نفس التفكير بتاع الأب ده، وكان عايز يقتل نفسه ويقتل بنته، لكنه بص على بنته وكانت جنبه ولقاها لأول مرة بتندهه باسم بابا، والكلمة دي كسرت قلبه ورجع عن اللي كان في دماغه. وقرر ان هو لازم يدور على عيلة تومي، وبعدها يسيب بنته عندهم يطمن عليها بعد ما هو يتحول لزومبي. وبيكملوا مشي لحد ما دخلوا نفق علشان يعدوا منه، والنفق ده كان فيه زومبي نايمين في حالة سبات، فمشوا بهدوء من غير صوت. لكن المشكلة انهم لقوا فيك مستنيهم في اخر النفق، ووقتها بيحس بيهم وبيحاول يقتلهم، وضرب تومي بكل قوته فوقعت على الارض وكان مغمى عليها. واندي حاول يقتله باي طريقة وضربه بالمسدس، لكن فيك مسك بنت اندي وهدد ان هو هيقتلها، واندي كان مرعوب جدا وما قدرش ان هو يضربه، فبدأ يتحايل عليه، وفي الاخر قدر ان هو ياخد بنته منه. وبنلاقي فيك وقع منهار لانه اتصاب اصابة قاتلة، واندي حاول يفوق تومي وكان خايف لا تكون ماتت. وفي اللحظة دي وقع على الارض وبدأت عليه اعراض التحول لزومبي، فساب بنته مع تومي علشان تحافظ عليها. ووقتها جات له فكرة وجاب عصاية وعلق عليها لحم حيوانات، وهو خلاص كان بدأ يبقى شبه الزومبي، فبقى ماشي ورا العصاية اللي ماسكاها تومي واللي كانت بتمدها قدامه علشان يمشي ولا ريحة الدم. ففضل ماشي وهم على ظهره لحد ما وصلوا القبيلة. والحكيم هناك شاف أندي وعرف إن هو خلاص اتحول وكان خلاص هيقتله، لكن تومي طلعت العطر بتاع مراته ورشته قدام وشه، فشم ريحة مراته لآخر مرة وافتكرها. وفي اللحظة دي الحكيم فعلا قتله. وبعدين عيلة تومي أخدوا بنته علشان يربوها ويعتنوا بيها، وده كان الأمل الوحيد اللي أندي كان عايز يعمله قبل ما يتحول لزومبي. وبكده بينتهي الفيلم. لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير في الملخص الجاي. سلام.